السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام ومحبة للجميع إن شاء الله. اليوم راح أتكلم لكم عن موضوع مهم جدا في علم الطاقة، وهو موضوع الهدايا. موضوعنا اليوم راح أتكلم على أفضل الهدايا في علم الطاقة وأسوأ الهدايا. سبق وسويت موضوع عن الهدايا اللي تسبب الفراق، وكنت مسحته، لكن إن شاء الله المرة الجاية بسوي لكم فيديو تفصيلي على هدايا الفراق. أما اليوم راح أتكلم بشكل عام على أفضل الهدايا في علم الطاقة وأسوأها. وراح نبتدي بأول هدية، وهي التليفون. التليفون يعتبر من أفضل الهدايا في علم الطاقة، لأنه رمز للاتصال والتواصل بين الناس. بس لازم يكون التليفون، إذا حاب تشتري تليفون كهدية تكون عارف اللون الداعم للشخص. لكن احذر انك تاخذ تليفون مستعمل او تليفون مكسور، لانه فيه طاقة سلبية. اذا حاب تهدي تليفون الافضل انه يكون تليفون جديد. اما انك يكون عندك تليفون مستعمل وتعطيه كهدية فهذه طاقة سلبية. تاني افضل الهدايا وهي الطعام والملابس، لانهم يرمزوا للرزق والكساء والشبع والخير، ويجب أن يكون طعام طازج وفي نفس اليوم. ما إنه الواحد يكون عنده طعام في البيت وخلاص، بقى عنده طعام وحطه في الثلاجة وشاف إنه ما بياكله أعطيه حل الجيران كهدية أو كصدقة، فهذا ما حلو. لازم يكون طعام طازج. الملابس تكون بحالة جيدة، لكن احذروا الملابس الممزقة أو الطعام الفاسد. إذا جينا نتكلم عن الهدايا اللي تكون كزينة أو ديكورات، فالأسماك ترمز للخير والبركة والثروة، سواء كانت على شكل مجسم أو أنها أسماك لزينة حقيقية. بس المفروض أنه الواجب أنه يكون أعدادها زوجية، واحذر العدد الفردي لأنه الخسارة والوحدة. أشكال طيور كالبجع، البط ترمز للحب والمشاعر، لكن كيف ما قلت لازم تكون أعداد زوجية ورافعة رأسها للأعلى أو مستقرة الرأس. واحذر العدد الفردي في الهدايا أو الرأس المنخفضة أو النائمة. إذا كان مجسمات كشكل فيل أو خيول، فالفيل في الثقافات القديمة أو علم الطاقة يرمز للعمر الطويل. الحصان يرمز للقوة والسفر والحركة، لكن يجب أن يكون الرأس مرفوع. هدايا الأجراس والرنانات والكريستال هو رمز للتنبيه والتفاؤل والخير. يجب أن تكون كذلك بأعداد زوجية أو في أعمدة الرنانات أو الكريستال. القلوب والورود. قلوب والورود من الهدايا اللي ترمز للحب والرومانسية، ومن الهدايا اللي يهديها الحبيب لحبيبته، الزوج لزوجته، الصديق لصديقته. بس لازم تكون بدون أسهم، ما تكون الورود أو القلوب اللي عليها أسهم، كيف ما يكون قلب وداخله سهم، أو الورود اللي يجي على شكل سهم. ولازم يكون عددها زوجي. احذروا هدايا الدبدوب والعروسة، لأن ترمز للعبة. إنه الإنسان لما يهدي هدية مثل دبدوب أو عروسة، فبتكون علاقتكم كعلاقة لعب ما علاقة جدية. ومن أكثر الهدايا المحببة إنه كيف ما أقول الطعام من الهدايا الحلوة والمحببة اللي الواحد يهديها، كيف ما ترمز للخير والبركة وتسوي ألفة. فهذه الهدايا هدايا إيجابية، لا تسوي لا فراق ولا أي شيء. ومن أهم الهدايا وأكثر الهدايا إنك تبتسم، وإنك تحب الشخص اللي بتهديه. الابتسامة صدقة، والابتسامة أكتر هدية. والحين إن شاء الله راح أكلمكم عن الهدايا اللي تسبب الفراق للأحبة، واللي الواحد لازم ما يهديها. اللي تكون
من عنصر الماء أو عنصر النار. فالهدايا اللي من عنصر الماء يعني الواحد يتجنب أنه يهديها، بالأخص في علم الطاقة، لأنه هناك خواص للسوائل ترمز لعدم الاستقرار وترمز للتوتر وللقلق وللاندفاع، مثل أمواج البحر، يعني فيها منخفض مرتفع لا تستقر، فيها مد وجزر. كذلك الهدايا اللي في عنصر الماء أو السوائل مثل الروائح والبرفانات، وهي من أكثر الهدايا، الروائح والبرفانات من أكثر الهدايا اللي تساعد على الفراق بين المحبين وبين الأصدقاء. يعني الواحد ما يهدي عطر أبدا لأنه من عنصر الماء، وإذا كنت مضطر أنك تهدي العطر فالمفروض أنك تاخد 2، واحد لك وواحد للشخص اللي بتهديله العطر، وانكم تستخدموه في نفس الوقت، او انك العطر اذا باغي تهديه ما تهديه يعني جديد، ترش منه وبعدين تهديه للشخص اللي باغي تهديله العطر. وهنا ما يمكن انه الواحد يمسك عطر ويرش منه ويعطيه هدية، فمن الأحسن انه الواحد يتجنب هدايا العطورات لأنها من عنصر الماء وترمز لعدم الاستقرار والتوتر والقلق. بتكون يعني العلاقة بينكم دائما فيها توتر، مرة يعني أحباب مرة متفارقين، فالأحسن الواحد يبتعد عنها. أو الهدايا عنصر النار في علم الطاقة اللي هي عندها خواص العنصر الحريق، ترمز إلى الهدم والنهاية والتوهج، إلى التآشي، إلى الفناء، مثل جهنم تحرق وتعذب، والتحذير باستمرار منها. كذلك يعني اللي يهدي ولاعات كولاعة، الناس اللي تكون تدخن وكذا وتهدي له ولاعة هدية. فهاد الهدايا يعني ترمز للمشاكل، للنار، الحاجات للفناء، مثل حاجات مال الفلفل والسجائر، علب الكبريت، القهوة تعتبر من عنصر النار كذلك، والشوكولاتة. الشوكولاتة يعني من الهدايا اللي تسبب الفراق، وكيف ما قلت إذا باغي تهديها وكان ضروري تهديها لازم تكون واكل انت والشخص من نفس الهدية. واخيرا وليس اخرا راح اتكلم لكم على هدية اللي احنا نتهادى بها، بس اللي هي من الحاجات اللي تسبب النهاية، وهي الساعات. وحتى انه الواحد لازم يحضرها في شبكة العروس، الواحد ما يحط ساعة، واذا كان ضروري من الساعة فلازم يكون يعني زوجين. اذا الحبيب او الزوج باغي يهدي زوجته ساعة يشتري 2، ساعة رجالي وساعة نسائي، ويلتبسوا في نفس الوقت، يعني تلبسي الساعة انت واللي حاب تهديله في نفس الوقت، لأنه الساعة من تعني الوقت، تعني النهاية، تعني تحديد الوقت. فالواحد ما لازم يهدي ساعة انتوا عارفين يعني كأنك تعطي وقت أو نهاية للعلاقة بينكم. فمن الأحسن الواحد يبتعد عن هدايا الساعة. أهم هدية اللي حتى هي من الهدايا اللي الواحد ما لازم يهديها، هدية الحذاء. راح تقولوا كيف يعني هدية الحذاء؟ إنسان إذا باغي يهدي هدية يمكن ما يشتري حذاء أو نعال أو كهدية، لأنه يعني من الهدايا اللي تحط من قيمة الإنسان، ما هدية طيبة، ترمز للمشاكل، ترمز للمتاعب. كيف ما نعرف يعني الحذاء الخاص الناس تضرب به للضرب، إذا حبيت أنك يعني تقلل من قيمة الواحد ترمز له بحذائك، انه يعني اذا واحد حط يعني حذاء فمعناه انه يعني انك قليل القيمة. فالحذاء الواحد ما لازم يهديه نهائيا نهائيا، ان من الهدايا اللي تجلب طاقة سلبية على الواحد، وما حلوة، وما يعني كيف ما أقول لكم هدية يعني ما حلوة. يمكن انك يكون إنسان محتاجه، إذا شفت إنسان محتاج للحذاء فحاجة عادي يعني إنك تهديله حذاء لأنه محتاج حذاء، كأنه تعتبرها صدقة ما هدية، كأنك معتبره صدقة مستفاد منه الإنسان. أما إنك تعطي يعني هدية حذاء فهي حاجة ما حلوة. وفي علم الطاقة كرمز للارتباط الجسم بالأرض، وكيحمل الكثير من الطاقات السلبية.
والمفروض أن حتى الإنسان إذا يلبس حذاء ما لازم يلبس حذاء ممزق، وما لابس يلبس حذاء يعني حالته ما حلوة. فهو من الحاجات يعني اللي ما حلوة في الهدايا. وكذلك يرمز أنه يعني يحمل طاقات سلبية كثيرة كتأثر على هالة الجسد. ويرمز الحذاء يرمز للمشي، يرمز للجري، يرمز للسفر البعيد، يعني فراق، هدية فراق. وكذلك يسبب النكد والزعل والمشاجرة، إنه كيف بين الناس. وهي من أسوأ الطاقات، يعني أسوأ الطاقات. وهي الطاقات هي الضرب بالحذاء أو الجزمة أو النعل كيف ما نقول. يعني ما نحن نعرف معناها في المشاجرات، يعني محاولة التقليل من شأن الشخص اللي احنا معه. فهدية الحذاء لها يعني طاقة. وكذلك الورود، أنا تكلمت على الورود. فالورود الإنسان يهدي ورود، لكن تكون ورود طبيعية، والأحسن إنها تكون هذا بالتربة، لأنها ترمز للحياة لطول العمر. أما الورود الصناعية أو الورود المجففة أو الورود اللي تشوفوا يعني كتجي كديكورات يعني مصنعة من القماش من هذا، فهي لا تهدى أبدا أبدا أبدا، إنها تحمل طاقة سلبية كبيرة أو طاقة الموت. فأحسن تكون حية، تكون طبيعية وبتربتها. أتمنى أني ما أكون أطلت عليكم في الفيديو، أحاول أني أختصر يعني المختصر مفيد. وشكرا على المتابعة أحبابي، وموعدنا في فيديو قادم إن شاء الله. شكرا لكم.